وسهلا بكم بالبودكاست الثالث من فيلم ستيشن، البودكاست الوحيد اللي عنده معجبات أكثر من جيمس بوند. متأكد؟ أعتقد يعني متأكد ما هي معلومة يعني. شلونكم شباب؟ هلو. احنا اليوم البارحة شفنا فيلم جيمس بوند جديد سبكتر، واليوم نريد نسوي له ريفيو سريع. طبعا عندنا بس 15 دقيقة نقول لكم ايش قد الفيلم. شوك شيك مو؟ خبوا 10 ثواني يلا خلاص باي باي. باي باي شباب. لا الفيلم كقصته جيمس بوند يرجع، سام مانديز المخرج والبطل دانيال كريغ، الممثل دانيال كريغ، يرجعون يمثلون القدير. هالمرة جيمس بوند عنده مهمة غير رسمية وراح يلاقي بها فد منظمة إرهابية اسمها سبكتر، وراح يشوف إنه إلها علاقة بماضيه وكان بتأثر عليه خلال الأجزاء اللي قديمة اللي صارت. ما أعرف نبدي بمجد أنت كوش حاب الفيلم؟ أنا أقول غلط نبلش بمجد بس أوكي. أنا هم أقول غلط بلشم. علي شنو رأيك بالفيلم؟ أنا يمكن الوسط اللي بيكم، أنا أعرف منو اللي حابة كلش ومنو اللي كارهه كلش. أعتقد أنا اللي وسط. الفيلم يعني ما أقدر أقول إنه ما بيغلط هواية، بس نفس الوقت أكو بيها إيجابيات. شو الإيجابيات؟ تقدر تقول أول شيء يمكن السينماتوغرافي مالته. هاي يعني أعتقد كل راح ينتبهون عليها. هو نفس السينماتوغرافر اللي سوى انترستيلر وهير بالضبط. وبنفس الوقت الموسيقى التصويرية مالته كانت حلوة فعلا. تمثيل حلو كلش حلو. بس ما اريد ابلش بالايجابيات بالسلبيات هسه، بس من ناحيه الايجابيات اقدر اقول هذا اللي حبيته بيه. مجد طلابه يعني اكو اكثر من هيك ايجابيات؟ لا شوف ايجابيه صغيرونه. دانيال كريغ ايه هذا ايجابيه خلاص. لا هو حلو ممثل بالفيلم الحقيقه، كلش ديلوق له اكثر، كل فيلم ديلوق له اكثر جيمس بوند يعني، او هو لاقي له ستاندرد، هو مولود هيجي. مثل ما قال علاوي باقي النقاط تكنيكال ايشوز يعني او تكنيكال بوينتس بصالح الفيلم. ساوند كلش حلو. بس يعني انا ما قدرت احبه. انت ما حبيته؟ ايش قد حاولت احبه، كلش كنت متحمس احبه وكل شيء ما باوعت عن الفيلم. لا تريلر لا تيزر لا اي شيء. بس انت شفتك بنهايه الفيلم انت يعني ردت تقوم. انا ردت اقوم قدامك واشك اجل قاعد بصفه خفت يعني. حتى ابو البروجيكتور انت كسره. لا هو الفيلم اذا واحد يكون شويه بانصاف يحكي، بدايه الفيلم او نصف الاول من الفيلم كان كلش حلو صح. يعني من ما اول اكشن صار بيه راح تنشد الاغنيه مال سام سميث والموسيقى التصويريه كانت رائعه، وتحس ان فعلا الفيلم مشتغلين عليه. طبعا هو مصوريه بكاميرا 35 ملم مو بكاميرا ديجيتال، فانطاه هذا الرونق، خلينا نقول انطاه هذا اللون الحلو مال الافلام القديمه والكلاسيكيه، انطاه كلاس سمينا شوي، خلاها كلاسيك بالضبط. فحسيت انه انت فيلم تعبانين عليه. هو بالاضافه انه هو اكثر فيلم مصروف عليه، اكثر فيلم بوند اندفع عليه 300 مليون دولار. ورقم يعني حمله تسويقيه هم حمله تسويق هائله. هي يعني وصل الاعلانات بالبلاد العربيه، تلفزيون شباب. فالفيلم النصف الاول كان كلش حلو، بس من دخلت القصه بس النصف الاول كله حلو. نوعا يعني هو فعلا يبدي 10 وينزل للنهايه يعني بس يبدي ياخذ. لا انا ما اقول نص الفيلم، ممكن انطي له فد ابو الثلث الاول من الفيلم حلو. بالضبط مو للنص. الثلث الاول حلو. انا شفت النصف الاول وشغلات اللي شفتها ما حلوه، اللي هو كريستوف والتز اللي هو طلع الشرير. بلشنا بالسلبيات هسه احنا بعد. انا قاس يعني ماكو ايجابيات بعد. صح. يعني كريستوف والتز انا شفته دا يمثل كريستوف والتز قاعد دا يسولف، وهو هذا الابي والقوي، ما شفته يخوف مثل ما كنت متوقع. شنو رايك ماشي؟ انا ما كان كرهي لكريستوف نفسه، الرايتنج مال الكاركتر مالته بالضبط. فلاديمير فلادن سبكتر هو هو الناس كلها كان بيفد مشكله، الكاركترز كلهم بيهم مشكله عدا بوند. يعني كاركتر ثاني كان بيه شو ام جودي دنش خرافيه كانت، قتلوا الكاركتر باخر جزء بسكاي فول. اوكي كان حلو انه الام الجديد يختلف عنها، بس يعني جودي دنش كلش مكانها خالي حقيقه. مكانها الديناميك كان بينها وبين بوند كلش حلو، اكو فد علاقه كره ومحبه سوا. هو يشوفها مثل امه وبنفس الوقت يكرهها، ما يقدر يخونها، بس عنده عقد من عندها يعني. فالديناميك خرافي كان، مو مثل جودي. هي اعتقد من ناحيه المشكله بالتاليف همينه انه ما منطي له صلاحيه زينه مثل ام كان منطيها هوايه، منطيها وقت بالفيلم. ممكن. هنا بس كان المهمه لا تسوي هيك ويروح. يعني كان ضايع بسايد بلوت ثاني. أي. اللي هو
اي شنو كلش ريسايكلد من مال ميشن امبوسيبل نفسه. صحيح هو يشبه ميشن امبوسيبل 5 نفس البلوت تقريبا. السايد بلوت خلينا نقول جوست بروتوكول صح. مو جوست بروتوكول نو روج نيشن سوري صح. السايد بلوت هذا نفسه انه المرجر ودبلوماتكس وبوليتيكال ايشوز صح وبلا بلا بلا ويجي هذا وقال ذاك وقال الرئيس وما ادري شنو. واكو مشكله همين كانت انا شفتها كلش قويه. بليا سدو اسمها البطل بليا سدو البوند جيرل كانت يعني انا شفت ماكو اي ديناميكيه حلوه بينها وبين بوند. ويعني بدون ما احرق لكم شيء بس هي اكيد راح تحبه وتقع في دباديبه بس ما صدقت. ماكو بنيه فيلم بوند ما تحبها اكيد بس انا ما صدقت هاي العلاقه. وشفت انه هم كانوا بالنص ضايعين. مره يسووها قويه مره يسووها ضعيفه. مره تحب بوند وتخليه ينقذها ومره هي النشره وما تحتاج بوند بحياتها. شفت هاي مشكله قويه كانت بالفيلم مع العلم انه هي ممثله يعني مثلت افلام قويه مثل بلوز ذا مست كولر وغيرها. أنا إذا حسيت في شيء غلط كان بده يصير من وراء التأليف لأنه أعتقد إحنا كلنا متفقين مشكلتها الأساسية بالفيلم هي التأليف مع القصة. ما أعتقد إنه في شيء ثاني أكو بيها مو زين. هي قصة ما متعوب عليها ريسايكل بالضبط. أنا قاعد أتخيل كأنما مثل اثنين مؤلفيها. أنا أدري إنه واحد مؤلفها هو. لا أكثر من واحد. أكيد أكثر من واحد. يعني أوكي لعد المؤلفين. لعد المؤلفين بيناتهم شاكو مشاكل. ممكن. مرة يقول هاي الشخصية لازم تكون قوية، ذاك يقول لا لازم ضعيفة. وفعلا بسوني من تهكرت سوني السكريبت تسرب مال سبكتر النص مالته. والكل اللي قرأه من الناس اللي وصل لهم النص قالوا اكو مشكله بالجزء الثالث او الاكت الثالث من الفيلم. وشكلهم ما عدلوا هذا الشيء لان كلش بين بالفيلم. مجد انت شنو رايك؟ 100% اتفق وياك. ما متعوب عليه كلش ريسايكلد. المشكله بيه كان انه يعني الاجزاء الثلاثه فاتت حتى كوانتم اوف سولس. انا بالنسبه لي سبكتر اقل من كوانتم اوف سولس. اعرف غالبيه يختلفون وياي بيها. انا ما اتفق وياك. انا نفس المستوى احطه. يعني حتى كوانتم اوف سولس ما دفع بوند لي ورا قد سبكتر كلش مو جريء الفيلم. البلوت 100% يعني ريسايكلد من افلام قديمه. اوكي خلي يعني سكاي فول كان اكو ريفرنسز للبوند القديم كانت كول. لما نرجع يسويها مرت اللخ صارت دل صار شغله قديمه صح. نفس النكته نفس هذا نفس السيناريو دا يرجع يسويها. وسبكتر كلش ارجع واقول هواي عدتها دا يدفع بوند لي ورا ما دا يدفع لي قدام. يعني حتى القصه مالته كلش مرتبطه بالاجزاء الماضيه. ما دا يقدرون يطلعوا من عنده. كل شوي يطلعون الفيلن ما ذاك الجزء. كل شوي يطلعون علاقه الحب ما ذاك الجزء. اختلف وياك. انا اشوف ان هم سووها يعني 4 أجزاء مترابطه بيناتها. انا ويا نور شفت شيء زين بس النهايه او الربطه مالتها بالنهايه كانت ضعيفه. مو بقد قوه سكاي فول كنص صح. ولا طبعا ككازينو رويال. اعتقد ان احنا نتفق على انه كازينو رويال هو احلى بوند ويمكن من احلى افلام الاكشن اللي انا شايفها. فيلم ذكي افلام اكشن افلام اسبيوناج يعني فعلا فيلم بيرفكت كامل. ما بي اي شيء غلط. بيرفكت يعني الفيلن هم يعني من مشاكله يعني مو كريستوفر فولز الفيلن ديف باتيستا. نو هو يعني قصدي مو ممثل كريستوفر فولز الكاركتر مالته سبكتر يعني كارتونش صحيح بلين فيلن ما عنده اي موتيفز. الموتيف اللي يطلعون اياه يعني كلش غبي مال باكس باني يعني نقدر نقول مال باكس باني جديات يعني الموتيف مالته حتى من الطريقه مالته الفيلني مالته الطريقه الشريره اللي يحاول يطبقها على بوند تحسها على بالك مال افلام كرتون مال باتمان ايام زمان ماكو مال ستينات وسبعينات. هاد ذا شوك ريبلنت ماكو انه انا خليته كسر موقف محرج شلون راح تطلع من عنده صحيح. يعني ما اعرف حسيت مال ستايل مال الستينات على بالك مال باتمان. شنو رايكم بديف باتيستا كان طالع هو جوز خلينا نقول. انا عندي شيء واحد بس لمصلحته طبعا. انا حبيته بالفيلم حبيته كان لطيف. الشيء الوحيد اللي لمصلحته صار انه ما حكى وايد او اصلا ما حكى كلمه واحده بدون ما نقول اي وسبيكينج اوف يعني عن الكلمه الوحده انا شفت بيه هوايه نكات الفيلم. حسيت انه العقده مال مارفل تصير على فيلم سبكتر انه والله انا كل عركه او كل فيلم مشهد جديات لازم انطيها نكته. مجد حبيته يا استاذ. انا ما شفت هيومر زايد. انا شفته هيومر يعني مو مارفل بالعكس بوندش ممكن شويه يشبه فتره روجر مور ممكن يعني روجر مور كان نكته يعني تهشيش. اي اوكي يعني قريب مو لهالدرجه بس ما شاقني يعني مو لهالدرجه يروح. بس انا عجبني الهيومر بالفيلم. انا شيء ما عجبني ثاني بي الاكشن. عدا اول سيكونس كان كلش حلو يعني الفيلم اوبنز ان بيج بانك صح. الاكشن ما شدني ولا مره حسسني اكو اي مخاطره. حتى اكو مشهد الخطر مشهد تعذيب اكو بالفيلم يعني قاعد اضحك انا كنت ولا حتى من دون ما احرق اي شيء ولا حتى عركه مات القطار
اركض القطار كانت حلوه والكوريوغراف اوكي هذا المشهد الاول صحيح ستاند كوركتد اركض الاولى اركض القطار واركض القطار شويه خوفتني بس عدا ذلك يعني اكو تشيس مع سيارات بنص الفيلم يعني استعراض للسياره يعني ضل لدرجه عبالك بدك تتفرج سباق سيارات بالتلفزيون صحيح يعني حتى اكو لقطات انه اللي دا يلحقه ايش بيك بدك تلحق بيه بطيء دا يمشي صحيح بس انا حبيت اللقطات انه هو يعني عنده حطوا بالسياره سوالف من بوندات القديمه انا حبيت هاي اللقطه انه شويه هيك مثل بس هو تو ماتش صارت هم بس هم صارت زياده هم اكو فقره ما ادري اذا علي وافقني الراي كانت فاشن شو كل شويه نبدل يعني جيمس بوند كل سين عندك يطلع بدله جديده بوزه بدله جديده هاي اول ما يطلع بوند باي سين واقف لك بوزه وبدله جديده هاي منتبهين اعتقد كل انتبهوا عليها يعني كل عركه اكو بها تبديل فظيعه انا عندي نقطه بس على الاركات انه تحس انا ليش شوي نموها قد وياه بهذا الجزء من ناحيه الاركات ويل كوريوغرافت حلو انه هاي مو انا بالعكس انا اعتبرها هاي سلبيه اوكي انه تتباوع عليه تقول اوكي كلش مبين انه هذا راح يضربه من اليمين فراح يرفع ايده عمود يصد الضربه يرقصون على بالك بالضبط انه مدروسه العركه كلش ما قنعتني انه هاي عركه حقيقيه ممكن انا هاي يجوز لاني ما حسيت انه بوند يعني اكو فد عليه فد حمل او ممكن راح ينقتل او ممكن يموت يعني انت راح تعرف هو راح ينقذ يعني مو مثل الاجزاء البقيه تحسه صدق يتعب ويعني يتعب يلا يقدر يوصل تحس اكو خطر عنده اكو خطر عليه قوي ومو بطل خارق عمود يقتل الكل من دون ما يتاذى فعلا اكو شيء يعني حبيته هم يعني بالفيلم لازم اقول اذا حبيتها الاغنيه ما سام سميث رايتنجز اون ذا وول انا بالنسبه لي بمستوى سكاي فول الاغنيه كلش حابها اني كلش بس هي انا لا يعني هي يمكن من الاشياء اللي اعطتني توقعات كلش عاليه للفيلم انه الاغنيه كلش عميقه وكلش انه رومانتيك انه انا قلت يعني فيلم رومانسيه وحزينه لاف افير قويه بي يعني قلت اوكي مستوى كازينو رويال الفيلم هي اغنيه حلوه انا ما اقول على الاغنيه نفسها ما حلوه بس مال بوند علي انت جوث كلش هو هي ادري تعطيني هيفي ميتال بس انا ما قاعد اقول اغنيه ما حلوه بس مدى اشوف مال بوند ارجع اكرر همين الموسيقى التصويريه رفعت كلش من الفيلم وكانت بمستوى جدا عالي يعني اعتقد احنا اذا نريد ننطي فد تصنيف من 10 اني بالنسبه لي راح انطيه 6 من 10 علي نفس الشيء 6 مجد راح بيكم شنو الكرم راح انت جاي يعني 5 إلى 5.5 من 10 لا من 6 اوكي يعني اذا صار عندكم فرصه تشوفوه هو احنا ليش انطينا له هيك تقييم لانه هو الفيلم ينشاف هو مو يلعب النفس هو مو مقرف لا هو اكو بيه لقطات حلوه اكو بيه تمثيل حلو ويونس يعني ما راح اضيع وقتك اذا تروح تشوفه بالسينما. انا حتى اكون يعني صريح اني يعني كرهته هالقد لانه كنت كلش مستعد احبه صحيح يعني اتوقع انه يكون اقوى بهوايه من بدات تصير اخطاء بالاول كنت كلش فورجيفنج كلش مستعد انه اتغاضى اوكي حيصير شيء احسن حيصير شيء احسن الان قلت لا this is total bullshit يعني خلاص صحيح يعني ممكن التوقعات كانت اكبر مما الفيلم هاي مشكلته اذا تشوفون المراجعات والريفيوز على الفيلم الكل ده يقول انه احنا توقعنا راح يكون فد شيء احلى بمستوى سكاي فول بس طلع هو اذا واحد يكون عادل ونص يعني مستوى بخيته عديده لا احسن من كوانتم اوف سولس اني ما كرهت كوانتم قد يجوز هو تكنيكلي احسن من انا شفته احسن من عندي يجوز بس اكيد نفس المستوى اكيد اقل مستوى من سكاي فول او من كازينو رويال اي طبعا اكيد 100% اوكي من تحب علي انت اكثر بوند بالنسبه لي بيرس بروسنان اي والمفضل عندي بالفيلم مالته هو مال جولدن اي انا بشوف جولدن اي جولدن اي يعني في شيء كلاسيك يعني هذا بوند تتبوع عليه تقول هذا الفيلم هو اول فيلم ده مو مال بروسنان اول اوكي ونفس المخرج اللي اخرج جولدن اي اخرج فيلم كازينو رويال يعني معناته هذا المخرج طلع بريس بروسنان وطلع دانيال كريغ وسواهم يعني سواهم بونز انا وياهم يراد انت ما يحتاج لك حبيبي هو مصاح انت تطلع ده تواضع دز له السي في مالتك وصوره شايل لابس توكسيدو وهيك نور انت بتحب اني بالنسبه لي دانيال كريغ انت تفوت علي انت كلش عنصري وياه اكو بيناتنا علاقه سريه انا احب دانيال كريغ وشفته كجيمس بوند فعلا يعني جابها وضبطها وكان احلى واحد وثاني واحد بالنسبه لي شون كونري اذا ما كان نفس المستوى بوند الاصلي وياك اللي هو اين فليمنج اللي كاتب شخصيه جيمس بوند يعتبره هو فعلا هو جيمس بوند اخذ من مجد داني كريغ احلى بيرس هم احبه بس داني كريغ مفضل عندي
زين احنا اوكي صار 15 دقيقة فاتت علينا. خلاص الوقت مالتنا. خلاص الوقت. شكرا شباب. شكرا لكم. واذا شنو رايكم منو احلى بوند منو احلى فيلم ومنو اسوأ بوند ومنو اسوأ فيلم همينه؟ شو رايكم بسبكتر؟ يس. واذا سوينا سبسكرايب على القناه ولايك البيج وبعد وين يقدرون خبرونا على الارضي. رقم تليفوناتنا 079 دزونا بريد دزونا صوركم صاريخ. يلا باي باي. باي باي.